والله وش قد اتمنى عشان نخلص الحلقه ونقوم. انا وعدتك مثل ما جيتني. ايه انا راح اكون وياك قدامك وقدام العالم بطريقه ما شايفيني بيها قبل. ايه انا هم متعودين عليه انه انت القوي، يعني نستلهم منك. ايه انا اتمنى اكون ما تستفزني، انا بعدني تو طري يعني صار اقدر اقول لك انت محتاج امك. شلون سيد؟ انا كنت محتاج ام وهي موجوده. انا شوف. محتاج امك. شوف خل اسولف لك شوي. نتطارح بالحزن خليك. خوش. سيد، الانسان من يفقد امه حياته تخرب. لا احليها ولا اجملها. هذا الواقع. من تروح الام ايه والله العظيم حتى الخطوه اللي تتوفق بيها ما تحس بالتوفيق. يساعدك الله. يعني انا اليوم على سبيل المثال سيد، قبل تقريبا اسبوع كانت حفله تخرج وانا تاخرت بالدراسه بسبب فقدان والد. انا كنت طالب سادس ايه وانا وحيده، لا اخ ولا اخت عندنا. انا الله الطاعه بس جيد. الله ولاحد. احنا 3 نفرات بالعائله، والثلاثه من يروح واحد هم صاروا 2. والزلمه لو ب100 زلمه خلاف امه سيد فراغ ذاك الفراغ مبين. سيد بقيت 6 سنوات، انا 3 منهن ما طالع غرفتي. رجعت يا بداوم قدم خارجي ما قدرت. يعني سيد انا من انا صغير لحد ما كبرت ما احفظ تعريف الا وما قاعد دايما بالميز. اي يابا. قمت من اريد اقرا اشوفها موجوده، كنت ما متعود اقرا وهي ماكو. الله ولاحد. سيد استمر، مشت الدنيا، تمشي الدنيا الى لحظه سيد. ايه بهاي ال10 سنين صارت لحظه. صار لك 10 سنين. 10 سنوات بدون ام سيد. بحفله تخرجي مسوين مدرج، فقاعدين الاهالي واحنا كان اخذ الصوره فبعيد يعني ما تشوف الوجوه. سيد انا باوع بالوجوه شفتها قاعده. اخ يساعدك. يساعدك. ومن شفتها قاعده سيد يا اخي والله العظيم انا هاي ما كتبتها شعريا، بس تريد الحزن ليفلش البيوت بعز شبابك وامك تموت. الله ولاحد. تريد الحزن. تريد الحزن ليفلش البيوت بعز شبابك وامك تموت. اللي كانت بديها تخرخش بتوت قومها من ماعون هالموت. الله. من شفنا ركن البيت خالي ايه طعنا الهلا وشنا الزوالي. ويلا يا ابوي. ماتت وعازب كان حالي ما لحقت تواكل جهالي. اخ يا اخي ما تدري حزن الناس كلها وبس ام من نزعه لقلها. الله. والهسه ما لاقي المثلها ولقمة المو منها اشتقلها. سيد امه كانت تحب انت شايف توصل مرحلة تدور عليها بخواتها؟ والله العظيم يعني انا واحدة من خوات امي ام فراس انا اشوفها ام صارت والله. يعني رادت تسدش قد ما بيها
وسدته هواي، صاحبة فضل علي ام فراس، خالته عاشت وياها بنفس البيت. هسه هي والدتك. انا اخذتها والدتها خرج سيد. يسعدك المشكلة حتى ام فراس تذكرني بامي. الله ولا انا جبتك لان يمكن انا محتاج اقابلك وقعد سيد، مو العكس. هو طبعا كان حلم والدتك تخرج ويحقق ويتحقق الحمد لله.